السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، بعد أن قدمنا في الدروس السابقة دساتير الزوايا المركبة ودساتير ضعف ومضاعفات الزوايا، وكذلك كيفية تحويل المقدار ألف جتا تتا زائد ناقص ب جا تتا إلى نسبة مثلثية وحيدة، سنقوم في هذا الدرس إن شاء الله باستخدام هذه الدساتير وتطبيقها من أجل حل المعادلات المثلثية. التمرين الأول في هذا الدرس: أوجد القيم العظمى والصغرى للمقادير جتا تتا زائد 60 زائد جتا تتا، مع ذكر قيم تتا بين الصفر و 360 عندما تقع بينها، أي من الصفر حتى 360. أولا، جتا تتا زائد 60 زائد جتا تتا هو عبارة، نلاحظ الطرف الأول أو المقدار الأول هو جتا مجموع زاويتين، وبالتالي فكه هو جتا ناقص جا جا، أي أن جتا تتا زائد 60 تساوي جتا تتا زائد بجتا 60 جتا تتا بجتا 60 ناقص جا تتا بجا 60 زائد جتا تتا. ولكن نحن نعلم أن جتا 60 اللي هي نص وجا 60 اللي هي جذر 3 على 2، وبالتالي هذا المقدار يصبح جتا تتا بنص أو نصف بجتا تتا زائد جتا تتا ناقص جا 60 اللي هي جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 على 2 بجا تتا، أي يصبح من الشكل نص جتا تتا زائد جتا تتا ناقص جذر 3 على 2 جا تتا، نص جتا تتا زائد جتا تتا اللي هي 3 على 2 جتا تتا ناقص جذر 3 على 2 جا تتا، وهي من الشكل ألف جتا تتا زائد ب جا تتا، أي المقدار لتحويله إلى نسبة مثلثية وحيدة، أي نستطيع أن نقول بفرض أن 3 على 2 جتا تتا ناقص جذر 3 على 2 جا تتا تكافئ ر جتا تتا زائد ألفا، أي لتحويله إلى نسبة مثلثية سوف نقوم بحساب ر والزاوية ألفا. ر هي عبارة عن ر مربع اللي هي ألف مربع زائد ب مربع اللي هي 9 على 4 زائد 3 على 4 أي 12 على 4 يساوي 3. ر مربع تساوي 3، وبالتالي ر تساوي نأخذ القسم الموجب اللي هي جذر 3، وبالتالي ر تساوي جذر 3، بينما ظا ألفا اللي هي ب على ألف، وبالتالي ألفا هي الزاوية التي ظاها جذر 3 على 2 والكل على 3 على 2، أي جذر 3 على 3 واللي يساوي 1 على جذر 3، والزاوية التي ظاها 1 على جذر 3 هي 30 درجة، أي أن ألفا تساوي 30 جذر 3 على 2 والكل على جذر والكل على 3 على 2، أي جذر 3 على 3 وتساوي 1 على جذر 3، والزاوية التي ظاها 1 على جذر 3 هي الزاوية 30، وبالتالي 3 على 2 بجتا تتا ناقص جذر 3 على 2 جا تتا تساوي جذر 3 بجتا تتا زائد 30، جذر 3 جتا تتا زائد 30. حاليا سوف نقوم بإيجاد القيمة العظمى والصغرى. طالما أن ر تساوي جذر 3 فإن القيمة العظمى لهذا المقدار جتا تتا زائد 60 زائد جتا تتا هو زائد جذر 3، والقيمة الصغرى له هي سالب جذر 3، ولكن لحساب قيمة تتا المناظرة للقيمة المقدار العظمى والصغرى نستطيع أن نقول أن القيمة العظمى للمقدار هي جذر 3 عندما تكون جتا تتا زائد 30 تساوي الزائد 1. القيمة العظمى للمقدار هي جذر 3 عندما جتا تتا زائد 30 تساوي 1. ولحل هذه المعادلة المثلثية اللي هي جتا تتا زائد 30 تساوي 1، حلها من الشكل أن هذه الزاوية تساوي 360 كاف، أي تتا زائد 30 تساوي 360 كاف، وحل هذه المعادلة هو تتا يساوي ناقص 30 زائد 360 كاف،
وهي متتالية الحلول للمقدار عندما يكون أعظمي. ولمناقشة هذه المتتالية ضمن الفترة المعطاة من 0 ل 360 درجة، نلاحظ إذا كانت كاف تساوي الصفر فإن تتا سالبة وخارج الفترة المعطاة، ولكن عندما كاف تساوي الواحد فإن تتا تساوي 360 ناقص 30 اللي هي 330 درجة. 330 ضمن الفترة المعطاة، أي أن تتا تساوي 330 درجة مناظرة لقيمة المقدار الأعظمي، أي أن القيمة العظمى للمقدار هي جذر 3 عندما تتا تساوي 330 درجة. حاليا سوف نقوم بإيجاد القيمة الصغرى. القيمة الصغرى هي سالب جذر 3، ولكن عندما جتا تتا زائد 30 تساوي سالب 1. ولحل هذه المعادلة للحصول على قيمة تتا المناظرة، جتا تتا زائد 30 تساوي ناقص 1. حلها هو تتا زائد 30 تساوي 180 زائد 360 كاف، بنقل 30 إلى الطرف الثاني تصبح 180 ناقص 30 اللي هي 150، وبالتالي متتالية الحلول هي تتا تساوي 150 زائد 360 كاف. أيضا نناقش متتالية الحلول ضمن الفترة المعطاة من 0 ل 360. كاف تساوي الصفر، وبالتالي تتا تساوي 150 درجة، أي أن قيمة المقدار تكون صغرى وتساوي ناقص جذر 3 عندما تتا تساوي 150 درجة. أي أننا باختصار أو بإيجاز جتا تتا زائد 60 درجة زائد جتا تتا له قيمة عظمى وتساوي جذر 3 عندما تتا تساوي 330 درجة، وله قيمة صغرى وتساوي سالب جذر 3 عندما تتا تساوي 150 درجة، وهو المطلوب في هذا التمرين. تمرين آخر: أوجد أيضا القيم العظمى والصغرى للمقدار جتا تتا زائد 3 جا تتا والكل للتربيع لقيم تتا بين 0 و 360 عندما تقع بينها. المقدار هو جتا تتا زائد 3 جا تتا والكل للتربيع. أولا نلاحظ ما داخل القوسين هو عبارة عن مقدار جتا تتا زائد 3 جا تتا، بفرض أن هذا المقدار يساوي ري جتا تتا ناقص ألفا، وبالتالي سوف نقوم بحساب قيمة ري وقيمة الزاوية ألفا لما داخل القوسين، وبالتالي جتا تتا زائد 3 جا تتا تساوي أو تكافئ ري جتا تتا ناقص ألفا. ري اللي هي عبارة عن الجذر ألف مربع زائد ب مربع، ألف مربع اللي هي 1 وب مربع اللي هي 9، وبالتالي جذر الواحد زائد 9 اللي هي جذر 10، أي أن ري تساوي جذر 10. ثانيا حساب قيمة الزاوية ألفا. ألفا هي ظا ألفا اللي هي ب على ألف اللي هي 3 على 1، وبالتالي ظا الزاوية التي ظاها 3 على 1 يساوي 3 اللي هي تساوي 71.6. الزاوية التي ظاها يساوي 3 هي الزاوية 71.6 درجة، أي أن المقدار جتا تتا زائد 3 جا تتا يساوي جذر 10 بجتا تتا ناقص 71.6، أي أن جتا تتا زائد 3 جا تتا تساوي جذر 10 بجتا تتا ناقص 71.6. ولكن المطلوب هو جتا تتا زائد 3 جا تتا والكل للتربيع، أي أن مربع المقدار الأول يساوي مربع المقدار الثاني، أي مربع جتا تتا زائد 3 جا تتا تساوي مربع المقدار الثاني اللي هي مربع اللي هي 10، ومربع جتا اللي هي جتا مربع، وبالتالي جتا تتا زائد 3 جا تتا للتربيع تساوي 10 بجتا مربع تتا ناقص 71.6 درجة. المطلوب هو القيمة العظمى والصغرى لهذا المقدار. نحن نعلم أن الجتا أو الجا القيمة الصغرى له ناقص 1 والقيمة العظمى اللي هي زائد 1، ولكن جتا مربع القيمة العظمى لها زائد 1 والقيمة الصغرى 0، أي أن جتا مربع قيمها من 0 للزائد 1، وبالتالي القيمة الصغرى للمقدار هي تساوي 0، ولكن القيمة العظمى هي 1 ضرب 10 أي زائد 10، وبالتالي للمقدار جتا تتا زائد 3 جا تتا للتربيع له قيمة صغرى وتساوي 0 عندما جتا تتا ناقص 71.6 يساوي 0. جتا تتا ناقص 71.6 يساوي 0. أيضا للمقدار له قيمة عظمى وتساوي 10 عندما جتا تتا ناقص 71.6 تساوي إما زائد 1 أو ناقص 1.
إما زائد واحد أو ناقص واحد. وبالتالي لحساب تتا المناظرة لقيم العظمى والصغرى لهذا المقدار، فإن يكون للمقدار له قيمة عظمى وتساوي 10 عندما أولا تتا ناقص 71.6 تساوي الواحد. لحل هذه المعادلة تتا يساوي الواحد، حله أن تكون هذه الزاوية تساوي 360 كاف، أي أن تتا ناقص 71.6 تساوي 360 كاف، بنقل سالب 71.6 إلى الطرف الثاني، وبالتالي تصبح تتا تساوي 71.6 زائد 360 كاف. متتالي من الحلول بدلالة كاف. نناقش هذه المتتالية ضمن الفترة المعطاة من الصفر إلى 360. إذا كانت كاف تساوي الصفر فإن تتا تساوي 71.6. كاف تساوي صفر فإن تتا تساوي 71.6 ضمن الفترة، أي أن القيمة العظمى للمقدار تساوي 10 عندما تتا تساوي 71.6، وهو الحل الأول. أيضا قلنا تساوي القيمة العظمى تساوي 10 عندما تتا ناقص 71.6 تساوي الناقص واحد. التتا أيضا يساوي الناقص واحد، كون المقدار تتا زائد 3 تتا للتربيع. وبالتالي لحل هذه المعادلة تتا ناقص 71.6 يساوي 180 زائد 360 كاف، بنقل 71.6 إلى الطرف الثاني، وبالتالي تصبح زائد، أي أن تتا تساوي 71.6 زائد 180 زائد 360 كاف. 180 زائد 71.6 أي 251.6، أي أن تتا تساوي 251.6 زائد 360 كاف. لنناقش هذه المتتالية ضمن الفترة المعطاة من الصفر إلى 360، أي أن إذا كانت كاف تساوي الصفر فإن تتا تساوي 251.6 درجة، والتي تساوي فيها تتا الزاوية ناقص واحد، أي أن المقدار تتا زائد 3 تتا للتربيع له قيمة عظمى وتساوي 10 عندما تتا تساوي 71.6 وعندما تتا تساوي 251.6 درجة. أيضا للمقدار له قيمة صغرى عندما يكون تتا يساوي الصفر، أي تتا ناقص 71.6 يساوي الصفر. ولحل هذه المعادلة المثلثية، أي أن تتا ناقص 71.6 يساوي 90 زائد 180 كاف. حل المعادلة تتا ناقص 71.6 يساوي صفر هو 90 زائد 180 كاف. لحل هذه المعادلة بنقل ناقص 71.6 إلى الطرف الثاني وتصبح زائد، أي أن تتا تساوي 90 زائد 71.6 اللي هي 161.6، أي أن تتا تساوي 161.6 زائد 180 كاف. متتالية الحلول عندما تصبح تتا الزاوية تساوي صفر، أي عندما يصبح المقدار أصغري، أو القيمة تتا المناظرة للقيمة المقدار الأصغري. ولحل هذه المتتالية ضمن الفترة المعطاة من الصفر إلى 360 درجة، أي نناقش هذه الحلول. وبالتالي عندما كاف تساوي الصفر فإن تتا تساوي 161.6 درجة. أيضا إذا كانت كاف تساوي الواحد فإن الزاوية تتا تساوي 161.6 زائد 180 اللي هي 361.6، أي أن عندما تتا ناقص 61.6 يساوي الصفر فإنه يوجد حلان، إما تتا يساوي 161.6 درجة، وإما تتا تساوي 361.6 درجة، أي أنه القيمة العظمى للمقدار تتا زائد 3 تتا والكل التربيع هو زائد 10 عندما تتا تساوي 71.6 درجة وعندما تساوي 251.6 درجة. أيضا للمقدار قيمة صغرى وتساوي الصفر عندما تتا تساوي 161.6 درجة و 341.6 درجة، وهو المطلوب في هذا التمرين. أعزائي الطلاب، بهذا التمرين نكون قد أنهينا مقررات هذا الفصل، وسنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بالتمرينات العامة لفصل المتطابقات المثلثية. نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس. إلى الدرس القادم إن شاء الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.